لما نقول في متحف أصله سبيل يبقى أنت في النحاسين. ولما نتكلم عن فن راقي وزخارف إسلامية بتحكي حكاية من قلب الزمان يبقى أنت في شارع المعز. لكن لما نزور قاعات وفي كل قاعة منها تاريخ بيحكي عن صنع النسيج في مصر يبقى أنت في متحف النسيج. ولما نشوف زخارف وسطور متعاكسة يبقى احنا جوه العصر الفاطمي. وهاخدكم معايا في جولة في العصر الفاطمي علشان نعرف ازاي كانوا بيصنعوا النسيج وعملوا فيه اجمل زخارف باقية على مرور السنين. ولما نتكلم عن السنين ونحكي عن التاريخ وعن الأصالة والآثار يبقى انت اكيد في مصر. حكم الفاطميون اللي بينتموا للمذهب الشيعي سنة 969 ميلاديا، وسعوا إلى بسط مذهبهم على البلاد. وتعرفوا هؤلاء الحكام بثقافتهم الواسعة، وهو الأمر اللي انعكس بالطبيعي على كل شيء في حياتهم وعلى فنهم وروعة منسوجاتهم اللي اتأثرت بالفنون الشرقية السائدة في بغداد، وتمثلت في استخدام الشرائط المزركشة اللي بتزينها نصوص كتابية. ودي قطعة من نسيج الكتان بزخارف منسوجة بالحرير، عبارة عن شريط به رسوم عصافير وسطر كتابة باسم العزيز بالله. دي قطعة من نسيج الكتان بزخارف منسوجة بالحرير متعددة الألوان. هي عبارة عن 3 أشرطة، شريط علوي تزخرفه رسوم جدائل وبيحصر بينهما رسوم طيور نباتية، وأسفله شريط بداخله سطر من الكتابة الكوفية عبارة عن جملة نصر من الله، ثم شريط ثالث وبتنتهي القطعة بشراشيب. حكايتنا معاكم لسه مستمرة، وحكاية المنسوجات الأثرية في العصر الفاطمي حكاية أثرية مهمة مرت بخطوات كتيرة جدا، خطوات بالغة في الدقة وفي التنفيذ وبارعة. اهتموا بالخطوط اهتمام بالغ جدا لدرجة انهم خلوا الخط يحتل عندهم مركز الصدارة. كمان ظهرت انواع من الابتكارات والتصميمات ما كانتش ظاهرة قبل كده، زي السطرين المتعاكسين في الكتابة وكمان معاهم الزخرفة. لكن تدريجيا ازدادت الأشرطة الزخرفية وتدخلت تدخل كبير جدا، وتراجع الخط للمرحلة الثانية. ده طبعا إلى جانب الرسومات النباتية والحيوانية، ده طبعا إلى جانب الأشرطة الزخرفية المتداخلة المجدولة اللي كانت بتتداخل لغاية ما بتملى قطعة النسيج كلها أو الثوب كله. وده طبعا كان في قاعة من قاعات متحف النسيج، متحف النسيج اللي موجود في النحاسين في شارع المعز لدين الله الفاطمي. ما تنسوش اللي كان أصله سبيل محمد علي باشا الكبير. في نفس الوقت حافظ الصناع في العصر الفاطمي على تقاليد وأصول الصنعة في بيئته باستخدام أشكال ورسومات تشخيصية للحيوان والإنسان لزركشة وتطريز القماش والمنسوجات. ودي قطعة من نسيج الكتان بزخارف منسوجة بالحرير عبارة عن عدة أشرطة بداخلها جامات متجاورة. من قاعة لقاعة ومن عصر لعصر معرفش زمانهم المستحيل من الرسومات زخرفوا بالسطور، اتقان ودقة ولا في الخيال. قطعة أثرية روعة نتعلم منها ونعلم ولادنا ازاي كان صنع النسيج في العصر الفاطمي، ورجعنا الحنين وخدتنا الذكريات لعصور فات عليها زمان وفاتت عليها سنين. وهحكي لكم حكاية تانية، واستنوني في حلقة تانية احكي لكم حكاية عصر جديد وحكاية أجدد في متحف النسيج.